دائما ما يعبر الشعر عن الاتجاهات الثقافية والتوجهات السياسية للأفراد والجماعات، وربما كان دافعا لتغيير بعض التوجهات، مما جعل الشعر يكتسب أهمية كبيرة. ونتيجة لهذا وعلى مر عصور تطور الشعر، وضع الشعراء في قائمة المشاهير والعظماء حينا، وفي قائمة المغضوب عليهم أحيانا أخرى، بغض النظر عن الأسباب التي خلدت الشعراء في التاريخ، وإما يعيشون حياتهم الطبيعية أو يقتلون. فمن هم أبرز أولئك الشعراء من الذين قتلتهم قصائدهم؟ أبو الطيب المتنبي. هجا المتنبي رجلا يدعى ضب بقصيدة قال عنها النقاد إنها من أفحش قصائده، وكان مما جاء في القصيدة: ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة، فلا بمن مات فخر ولا بمن عاش رغبة. فلما بلغت القصيدة ضبة غضب، وغضب معه أخواله، فترصدوا له الطريق ليقتلوه. وحين رآهم هم بالفرار، فقال له غلامه: يا سيدي، وأين قولك؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فقال المتنبي: قتلتني يا ابن اللخناء. فعاد أدراجه ليحارب، فقتل وطار رأسه. دعبل الخزاعي. دعبل الخزاعي كان كلما أتى خليفة من بني العباس هجاه بقصيدة، فحين تولى المأمون هجاه فهم بقتله ثم عفى عنه. ثم أتى المعتصم ثامن الخلفاء وهجاه دعبل الخزاعي بقوله: ملوك بني العباس في الكتب 7، ولم تأتنا في 8 منهم الكتب. كذلك أهل الكهف في الكهف 7 وثامنهم عندنا كلب. وإني لأجزي الكلب عن ذكره بكم، لأن لكم ذنبا وليس للكلب ذنب. سمع بها المعتصم فتوعده ففر إلى خراسان، وهناك تعرض للوزير مالك بن طوق، فأرسل له من اغتاله استنصارا للمعتصم. الأغشى الهمداني. الأغشى الهمداني هجا الحجاج بن يوسف بقصيدة قال فيها: بين الأشج وبين قيس باذخ، بخ بخ لوالده والمولد. ما قصرت بك أن تنال العلا، أخلاق مكرمة وارث جدود. فقال الحجاج حين سمعها: والله لا أدعه يبخبخ بعدها، فاستدعاه وقتله. علي بن جبل العكوك. مدح علي بن جبل العكوك الأمير أبي دلف ب70 بيتا أصبحت من عيون الشعر العربي. وقد جاء في القصيدة قوله: كل من في الأرض من عرب مستعيرا منك مكرمة، يكتسبها يوم مفتخره. وصلت القصيدة إلى المأمون فتملكته الغيرة، وقال له: ماذا تركت لنا يا ابن الفاعل إن استعرنا منه المكارم؟ لكن المأمون خشي أن يقول الناس قتل الشاعر بدافع الغيرة، فاستشار من حوله فأخبروه أن له مدائح تقدح في الشرع، من ضمنها: أنت الذي تنزل الأيام منزلها، وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما مددت بأقلام لها شبهة، إلا قضيت بأرزاق وآجال. ولأن هذا لا يكون إلا لله، وجدها المأمون حجة لقتله فقطع رأسه. طرف بن العبد كان شاعرا من الطبقة الأولى، وكان يدخل على الملوك ويسجل أروع القصائد، حتى إن بعضهم يجعل معلقته بعد معلقة امرؤ القيس مباشرة، وبعضهم ألف فيها مصنفات بديعة، لأنها من أبلغ المعلقات على الإطلاق، وهو صاحب البيت المشهور: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند. سبب قتله هجاؤه لعمرو بن هند، والمتتبع لتاريخه يعرف من هو عمرو بن هند الذي كانت تخافه الطير في الدهناء. فماذا قال في عمر بن هند؟ تمنى أنه بقرة يستفاد من ضرعها، فقال: فليت لنا مكانا ملك عمرو، رغوث حول قبتنا تخور، لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه حمق كثير. فغضب عمرو بن هند وعزم على قتله، فأرسل برسالة فيها أمر بقتله هو وخاله إلى ملك البحرين، وكلاهما كان أميا لا يقرأ، لكن خاله طرفة وكان اسمه المتلمس فطن لنية عمرو بن هند، فعرض رسالته على غلام في الطريق، فوجد فيها: إذا جاءك حامل الرسالة فاقطع 4 ورأسه. فهرب المتلمس ونصح طرفة،
بأن يفتح رسالته، ولكنه رفض وذهب بها إلى ملك البحرين الذي قتله. بشار بن برد. كان بشار منذ صباه المبكر ميالا إلى هجاء الناس، وهجا جريرا طمعا في نباهة الذكر فأهمله ولم يجبه، واختلط في البصرة بالعلماء والمتكلمين، وتردد على الحلقات والندوات، وحصل علما غزيرا، غير أنه كان مستهترا ميالا إلى الفسوق. ونتيجة تقلب الظروف ببشار بدل معاشرة العلماء بالندامة، وسخر شعره للغزل المكشوف الهجاء، كما كان الشعر وسيلته للتكسب والتعيش. كان بشار فخم الألفاظ، يجمع في شعره بين مقومات الشعر التقليدي وبين أوائل معطيات الشعر المحدث وخصائصه. ساعده في ذلك ذكاءه الحاد وسرعة بديهته وحفظ أشعار الأقدمين. كانت وفاة بشار قتلا بتهمة الزندقة بعد أن أغرى يعقوب بن داود به الخليفة المهدي، لأنه هجا يعقوب وفضحه، وقد أعان بشار على نفسه بسوء سلوكه وسمعته السيئة. المقنع الكندي. أجمل الشعراء حيث حباه الله بالجمال، لذلك كان يتقنع مخافة العين والحسد، لذلك كان يسمى وضاح اليمن. كان في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان يمتدحه كثيرا، وأحسن إليه الوليد بن عبد الملك. ما كان سبب قتله؟ كان المقكندي ممن يتهورون في شعرهم، وبالذات الغزلي، فقد تغزل بزوجة الوليد بن عبد الملك، فقال فيها لما سافرت: صدع البين والتفرق قلبي، وتولت أم البنين بلبي، ثوت النفس في الحمول لديها، وتولى بالجسم مني صحبي، ولقد قلت والمدامع تجري بدموع كأنها فيض غرب. فلما سمع الوليد ذلك عزم على قتله، فأمر بأن يؤخذ ويوضع في صندوق ويدفن حيا. الشاعر أبو نخيلة تخصص في مدح الخلافة من بني أمية وبني العباس، فعندما كان الأمر بيد بني أمية مدحهم، وعندما انتقل إلى بني العباس مدحهم، وكانت قصائده معلقة على كرسي الخليفة يتناولها الجالس عليها بغض النظر عن شخصه وسلوكه. فعندما علم أبي نخيلة أن أبا جعفر المنصور يريد تولية ابنه المهدي ولاية العهد بدلا من ابن أخيه عيسى بن موسى، وجدها فرصة للتقرب من أبي جعفر بقصيدة يؤيد بها رأيه ويشيعه بين الناس، ويطالب بخلع عيسى بن موسى بالبيعة للمهدي. وقد أشاع أبو نخيل هذه القصيدة بين العامة، فبلغت المنصور، فدعا به وعيسى بن موسى جالس عن يمينه، فأنشده إياها، وأنصت له حتى سمعها عن آخرها، وظهر على وجهه السرور، ثم قال لعيسى بن موسى: ولئن كان هذا عن رأيك لقد سررت عمك، وبلغت من مرضاته أقصى ما يبلغه الولد البار. فقال عيسى: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وهكذا خلع عيسى، وعقدت البيعة للمهدي بولاية العهد. فأراد عيسى أن ينتقم من هذا الشاعر الذي تسببت قصيدته في ضياع الخلافة التي عاش عمره ينتظرها. واشتد عيسى في طلب أبي نخيلة، حتى فر إلى خراسان، فأرسل خلفه مولى له يسمى قطريا، ومعه عدد من الرجال، فلحقوه في الطريق، أخذوه وكتفوه، وأضجعه قطري وذبحه، وسلخ وجهه، وألقى جسمه إلى النسور، ولم يبرح مكانه حتى لم يبق منه إلا عظام. حماد عجرد شاعر من شعراء العصر العباسي، لا يختلف كثيرا عن بشار بن برد الذي كان واحدا من كبار هجاء عصره. كانت بينه وبين بشار جولات كثيرة من الهجاء المتبادل، وتميز هجاء حماد بفحشه الشديد وامتلائه بالألفاظ المستنكرة، حتى بدا بشار أمامه شاعرا مهذبا عفيف اللفظ رقيق الصورة. وكما جمع بينهما الهجاء، اشتركا في المصير الذي صار إليه كل منهما، وهو القتل بسبب الشعر. كان محمد بن أبي العباس السفاح يهوى فتاة اسمها زينب، فخطبها فلم يزوجوه، وكان حمادا صديقه ونديمه، فقال له محمد: قل فيها شعرا، فقال حماد على لسان محمد: زينب ما ذنبي، وما الذي غضبتم فيه ولم تغضبوا؟ والله ما أعرف لي عندكم ذنبا، ففيما الهجر يا زينب؟ إن كنت قد أغضبتكم ضلة فاستوعبوني، إنني أعتب،
عودوا على جهلي بأحلامكم إنني وإن لم أذنب المذنب. بلغ هذا الشعر مسامع أخ الفتى محمد بن سليمان، أصر على قتله، لكنه لم يستطع لمكانة حماد من محمد بن أبي العباس، فلما مات محمد جد ابن سليمان في طلب حماد، فلم يجد حماد من يستجير به، فاستجار بقبر سليمان بن علي والد محمد بن سليمان، وراح يمدحه ويمدح سليمان. لكن محمد بن سليمان لم يرضى بهذا، وقال: والله لأبلن قبر أبي من دمه. فلم يجد حماد بدا من الفرار إلى بغداد ليستجير بجعفر بن المنصور الذي أجاره، لكن ظل ابن سليمان يطلب حمادا، وحماد ينتقل من مكان إلى آخر يبحث عن مأوى وملاذ، حتى أدركه ابن سليمان في منطقة تسمى الأهواز، فأرسل مولى له فظفر به وقتله. عبيد بن الأبرص. بدأت نهاية هذا الشاعر على يد الملك المنذر بن ماء السماء، فهذا الملك كان له يومان، يوم بؤس ويوم نعمة، فإذا كان في يوم نعمة أتى بأول من يراه فحاباه وكساه وأعطاه من إبله 100 ونادمه يومه، وإذا كان في يوم بؤسه أتى بأول من يراه فيأمر بذبحه. وبينما هو جالس في يوم بؤسه إذ أشرف عليه عبيد بن الأبرص، فقال لرجل كان معه: من هذا الشقي؟ فقال له: هذا عبيد بن الأبرص الأسدي الشاعر. فأتى به فقال له الرجل الذي كان معه: اتركه، فإني أظن أن عنده من حسن الشعر أفضل مما تدركه في قتله، فاسمع منه. فقبل الملك وقال لعبيد: أنشدني، أقفر من أهله ملحوب. لكن عبيدا لم يستطع أن يقوله، وعزت عليه نفسه فرثاه بقوله: أقفر من أهله عبيد، فليس يبدي ولا يعيد، عنت له خطة النكود، وحان منها له ورود. وأبى عبيد أن ينشدهم شيئا مما أرادوا، فأمر به المنذر فقتله.